خبر عاجل، خبر بمليون جنيه يا زملكاوية، والله خبر بمليون جنيه. افرح يا زملكاوي، افرح يا زملكاوية. تسريبات من حد كبير في اتحاد الكورة. تسريبات من حد كبير في اتحاد الكورة كان بيكلم شخص المفروض ان هو اعلامي، وبيسأل الحد الكبير ده بيقول له: هل الزمالك هيشارك في دوري ابطال افريقيا؟ رد عليه الشخص الجامد ده الكبير ده في الاتحاد الكوره، قال له: الزمالك هيشارك. عايز تعرف هو مين؟ خليك معايا وهتعرف هو مين. تاني حاجه، الاتحاد الافريقي اكد 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 ان الزمالك هيشارك في دوري ابطال افريقيا. تابع معايا الفيديو وما تقلبش، وخليك معايا وهتاكد وهتعرف، علشان تفضى وما تتفرجش الناس اللي بتتكلم كتير والناس اللي بتحبطك يا زملكاوي اصيل. شاهد الفيديو وتابع معايا الفيديو وشوف. يلا بينا. يعني الزمالك ممكن يشارك من غير ما يسدد الديون اللي عليه؟ هيشارك. انا بقول لحضرتك هيشارك. تعال اقول لك الزمالك ازاي هياخد الرخصه الافريقيه وهو حاطط رجل على رجل، وازاي ثروت سويلب متاكد كده. مش اللائحه بتقول ان لازم الفريق يسدد ديونه علشان ياخد الرخصه؟ طب الزمالك عليه 17 ايقاف قيد، ازاي هياخد الرخصه؟ لائحه الكاف بخصوص رخص الانديه علشان تشارك في افريقيا بتقول ان من شروط منح الرخصه لاي فريق تقديم البيانات الماليه السنويه، وان يكون معلهوش ديون لانديه او لعيبه او مدربين او موظفين. لكن مفيش ماده بتقولك ان النادي اللي عليه ديون لن يتم منحه الرخصه. لكن في ماده هتضمن للزمالك المشاركه في دوري ابطال افريقيا باعتباره بطل الدوري المصري بعيدا عن قصه الديون، وهي الماده 64 وتحديدا البند رقم 9 في معايير تراخيص الانديه المحليه، واللي بيقول: يجوز للجهه المانحه للرخصه تصنيف كل معيار ضمن الفئات A و B و C. والفئة A ده إلزامي، يعني إذا لم يستوفي طالب الرخصة معيار من الفئة A فلا يجوز منح رخصة المشاركة في المسابقات الوطنية أساسا اللي هي الدوري المصري وكاس مصر. إذا طالما الزمالك بيشارك في الدوري والكاس واتحاد الكرة المصري سمح له بالمشاركة، يعني ده اعتراف من الاتحاد إن الفريق استوفى كل المعايير الإلزامية، وده مؤشر كبير يمنحه الرخصة الإفريقية حتى لو عليه ديون، لأن المعايير B و C ما بتحرموش من الرخصة. طيب هل في أي مادة تانية بتقول إن الديون معيار إلزامي يصنف في الخانة A وبدونه لا يحصل الفريق على الرخصة الإفريقية؟ الإجابة لأ. مواد المعايير المالية في اللائحة من المادة 57 لغاية المادة 63 بتقولك سدد اللي عليك وخلاص بدون أي تصنيف سواء إلزامي أو غيره. طيب هل في مواد تانية في اللائحة بتمنح الزمالك الرخصة؟ طبعا المادة 69 سياسة الاستثناءات، والمادة دي بتقول إنه يجوز لإدارة كاف أو اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية أو إدارة نظام التراخيص وفقا للمادة 21 منح استثناءات فيما يتعلق بعدم انطباق حد أدنى من المتطلبات المتعلقة بالهيئات صاحبة القرار أو الإجراءات المحددة للمادتين 11 و12 بسبب القانون الوطني أو أي سبب آخر. وبكده الزمالك هيشارك في دوري الأبطال وهو حاطط رجل على رجل زي ما شارك في الكونفدرالية ووصل للنهائي.